السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم منار محمد من قناة منار شانل. النهاردة هنبدأ مع بعض وصفة حلوة جدا وهي الشطة الهريسة. قبل ما نبدأ مع بعض عايزة لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد، وكمان هتلاقوا تحت في صندوق الوصف في الديسكريبشن تحت هتلاقوا لينك الانستجرام بتاعي. دلوقتي بقى معايا 2 كيلو من الشطة الهريسة، تمام، ومعايا الجوانت بتاعي علشان الشطة حامية جدا جدا فلازم البس فيها جوانت. هبدأ بقى ان انا اخد الشطة بتاعتي وسكينتي، تمام. هوريكم بقى هنعملها ازاي. معايا دلوقتي الشطة، همسك بقى العنقود اللي فوق ده هقطعه بالشكل ده كده. هبتدي بقى اقطعها معايا حلقات. ليه بقطعها حلقات؟ علشان الكبة بتاعتي ما تستحملش ان انا احطها كده، او اي كبة عموما لازم ان انا اقطعها بالشكل ده كده. هعمل معايا كمان واحدة بالشكل ده. دلوقتي بقى خلص كل الكمية وارجع لكم. خلصت كل الكمية بتاعتي اهي، ما شاء الله حمرا جدا وجميلة، شايفين عاملة ازاي. هاخد بقى منها الكمية بتاعتي وهوريها لكم. حطيت الكمية بتاعتي في الكبة، هبتدي بقى ان انا افرمها، اوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. شايفين؟ حطيت بقى فرمتها بالشكل ده اهي. طلعت معايا مهروسة في السمك اللي انا عايزاه، يعني فرمتها خالص. هخلص كل الكمية بقى وارجع لكم مرة تانية. خلصت كل الكمية دلوقتي اهي، ما شاء الله تبارك الرحمن، حلوة جدا. دلوقتي معايا 4 معالق كبار من الملح، معلقتين كبار من الكزبرة الناشفة، معايا معلقة كبيرة من الكمون، معايا كوباية ونص زيت، كوباية الا ربع خل، ومعايا 4 ليمونات معصورين، وكمان معايا معلقتين من الثوم المهروس بالشكل ده. في صينية على النار معايا بقى كوباية ونص زيت، كوباية ونص زيت بالشكل ده كده. حطيتهم، هسيبهم بقى يحموا شويه كده على النار. ما تنسوش يا جماعه في مفاجاه حلوه جدا جدا هتظهر معايا ان شاء الله في الفيديو الجاي او الفيديو اللي بعده، يعني انتوا نصيبكم، بس تابعوا معايا. نزلت دلوقتي معايا بكل الهريسه بتاعتي بالشكل ده، شايفينها. في ناس بتحب تحط سمنه صلصه سوري الاول، صلصه حمراء الاول، اللي هي العلب الجاهزه دي في الزيت، وبعد كده تنزل بالهريسه. بس انا لا، انا راضيه بحمارها. وفي ناس برضو عايزه تحط بابريكا، عادي تحطي بابريكا، بس انا برضو عايزه الحمار بتاعها ده، انا راضيه بالحمار بتاعها ده، مش عايزه احط بابريكا ولا عايزه احط صلصه. حطيت بقى الليمون بتاعي، حطيت كل المكونات بتاعتي والخل والثوم بالشكل ده، معلقتين توم كبارها. هبتدي ان انا اقلبها. ده شويه سكر، معلقه صغيره سكر، بتدي طعم حلو جدا. بتتعمل على النار يا جماعه. ليه بقى بنعملها على النار؟ علشان بتقعد ممكن تقعديها من السنه للسنه معاكي في التلاجة او في الفريزر، فاهمين؟ وبتبقى طعمها احلى كتير جدا من اللي هي مش مستويه على النار عموما يعني. فدي عشان تقعد معاكي مده طويله جدا. والزيت عشان ماده حافظه برضو، ماده حافظه حلوه جدا جدا للشطه. شايفين الكاميرا مش موضحه اللون الحقيقي بتاعها، هي لونها احمر 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 قوي، لكن انا ما عرفتش خالص ان انا اظبط الكاميرا واوريكم لونها. بصوا هو كده، يعني هي كده واحمر من كده كمان. شايفين؟ يعني هي حمرا قوي، فانا استكفيت بيهم، ما رضيتش احط بابريكا ولا احط صلصه. لو حابه حطي عادي مفيش مشكله. شايفين كده بقى الميه بتاعتها نشفت معايا. بعد بقى ما الميه نشفت معايا ابتدي ان انا هشيلها من على النار وابردها خالص، تبرد خالص خالص. بردت بقى معايا بالشكل ده اهي. بعد ما بردت بقى ابتدي ان انا هجيب برطمان بتاعي ده مغسول ومتعقم كويس جدا، ابتدي ان انا احط فيه الهريسه بتاعتي واشيلها بقى معايا في التلاجة او الفريزر زي ما انت عايزه. تستخدميها في بيتزا، تستخدميها في كل حاجه، كل حاجه فوق ما انت متخيله. ده بقى شكلها معايا. حطيت من فوق معلقتين زيت على الوش عشان كده يعني تبقى من فوق كده فيها زيت يعني. وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس، واستنوا المفاجاه بتاعتي ولينك الانستجرام بتاعي تحت في الديسكريبشن.